بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين من دون إطالة إلى عدد اليوم الاثنين. أعد موقع سيمبري ميلان المقرب جدا من نادي ميلان تقريرا تكلم فيه عن الدوري المستقبلي ولاعب الفريق ياسين عدلي. الموقع السابق قال أن عدلي لا يحصل على الوقت الكافي، فرغم أنه لم يظهر إلا نادرا إلا أنه ترك تأثيرا كبيرا في الدقائق القليلة التي لعبها ضد فيورنتينا يوم السبت. أكد بها أنه يملك موهبة وأنه قادر على خلق الفارق. الموقع السابق تمادى في انتقاد بيولي وأكد أن معاملته لعدلي ليست عادلة بالمرة، وتظهر بشكل جلي أنه لا يملك معه مكانا. بيولي بحسب نفس المصدر لا يمنح الثقة اللازمة للاعبه. أما إشراكه ضد فيورنتينا فكان لأسباب عكسية، حيث قال أن عدلي شارك فقط لأن مدربه أراد تجنب النقد والضغط، فبعد أن يئس من اللقاء وتأكد أن فريقه سيء ولن يعود قام بالزج بالجزائري. وإن لم يشر للأمر إلا أن موقع سيمبري ميلان ألمح بقوة إلى أن عدلي لن يملك أبدا مكانا مع هذا المدرب. الأمر كان واضح من البداية وأشارت له تقارير كثيرة، لكن المصادر الإيطالية بدأت تتساءل عن السبب، فالجزائري ليس بذلك السوء ليتم تهميشه بهذه الطريقة. لأسبوع آخر نال الدولي الجزائري ولاعب شارلوروا آدم زرقان إشادة الإعلام البلجيكي، ففي حديثها عن مخلفات الجولة وخاصة لقاء شارلوروا ضد كوردري، اختارت الصحافة البلجيكية زرقان الأحسن، وقالت أنه كان له تأثير إيجابي بصورة كبيرة على نتيجة فريقه. أعد موقع سبور الروماني اليوم الاثنين تقريرا حول الدولي الجزائري ولاعب استواء بوخارست بلال عمراني. الموقع السابق تساءل بشكل واضح وصريح حول قدرة لاعب استواء على العودة للمنتخب وتدعيم الهجوم في ظل العجز الكبير الذي يعانيه هذا الخط، وحيرت بالماضي في استدعاء لاعبين جيدين. الموقع السابق قال أن عودة عمراني تبقى صعبة جدا جدا جدا، خاصة مع المنافسة الشرسة، حيث عدد ما لا يقل عن 7 أسماء: سليماني، ديلور، وعمورة، وقال عنهم أنهم الأقرب للتواجد. كما ضاف أسماء أخرى في صورة عريبي، بن عياد، وبنجاح، وأيضا بالفضيل، وقال أنهم مع عمراني في القائمة الثانوية أو الاحتياطية. ولا يعلم على أي معطيات استند الموقع السابق لينادي بعودة عمراني للفريق الوطني. عمراني ومنذ توقيعه لاستواء بوخارست لم يقدم أي مستوى يذكر، ولم يسجل أي أهداف حاسمة، كما أنه دائم الإصابة والغياب، من دون أن ننسى خرجاته خارج المستطيل الأخضر. تعلمون جيدا ما أقصد. ككل جولة تمكن اللاعبون الجزائريون من حجز أماكن لهم في تشكيلة الأسبوع، وهذه المرة في تشكيلة الأسبوع الفرنسي. صحيفة ليكيب نشرت اليوم تشكيلتها المثالية للجولة المنقضية من الدوري الفرنسي، والتي زينها تواجد لاعب براست هاريس بالقبلة قدم بحسب الصحيفة السابقة مستويات كبيرة في لقاء ستراسبورغ يوم أمس، ومنحته عطفا على ذلك تقييما أكثر من رائع وصل ل7 من 10. مستويات بالقبلة الكبيرة يتمنى أن تلفت له أنظار الناخب الوطني جمال بالماضي، عله يضمه لقائمة تربص مارس الحالي، ولو أن الأمور ستكون بالغة الصعوبة، إذ تعتبر المنافسة في مراكز الوسط الدفاعي خاصة طاحنة بأتم معنى الكلمة، وذلك بتواجد لاعبين متألقين بقوة مع أنديتهم في صورة قادري، بودوي، زرقان، بن ناصر، بن طالب، وزروقي، وأيضا أسماء أخرى كثيرة. نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية صباح اليوم الاثنين تقريرها المفصل عن لقاءات الجولة، وكان من بينها لقاء أونجي ومونبلييه الذي خسره رفقاء بن طالب ب5 أهداف من دون رد. الصحيفة الفرنسية منحت اللاعبين الجزائريين التقييم الأسوأ في اللقاء وربما في كل الجولة، 2 فقط من 10، حيث لم يقدم الثنائي بحسبها أي شيء يذكر، خاصة شتي الذي كان شبحا حقيقيا فوق أرضية الميدان، ما استدعى تغييره بين الشوطين. بخصوص تقييم بن طالب فقد تأثر بالطرد المجاني والساذج الذي تعرض له، كما أشرنا في عدد يوم أمس. تكلمنا في أعداد سابقة عن المستوى الكبير جدا الذي بات لاعب باري الإيطالي مهدي دورفال يقدمه، وأيضا تخوف إدارة ناديه من الأندية الكبيرة التي باتت تراقبه.
موقع كالتشو أونلاين أكد كل تلك الفرضيات، ففي أحدث تقاريره قال الموقع السابق أن بعض الأندية التي وصفها بالكبيرة في إيطاليا سمعت عن تألق دورفال وبدأت في مراقبته. كالتشو أونلاين لم يشير ما إذا كانت هذه الأندية قد قدمت عروضها، لكنه ألمح إلى أن نادي روما من أبرزها، ويقدم دورفال مستويات هائلة جدا، فرغم صغر سنه إلا أنه حجز مكانا أساسيا في فريق شعبي في إيطاليا، من غير المستبعد أن يرحل عنه في ظرف عام واحد، ولما لا لنادي عملاق مثل روما، من يدري. إلى ذلك أدلى أليساندرو غريكو وكيل أعمال الجزائري بتصريحات أكد فيها أن طموحات دورفال لن تتوقف عند الدرجة الثانية، وسيعمل على الوصول لأعلى الدرجات، وإن لم يشر للأمر إلا أنه وبكل تأكيد يقصد الدوري الممتاز الإيطالي السيري آ. للإشارة، دورفال قبل موسمين كان في الدرجة الرابعة، الموسم الماضي في الثالثة، الحالي في الثانية، ولم لا المقبل في الدرجة الأولى. كشفت تقارير إنجليزية عن تعرض نجم المان سيتي فيل فودن لإصابة في لقاء نيوكاسل الأخير يوم السبت. فودن يكون قد غاب عن حصة الاستئناف اليوم الاثنين، وسيغيب بنسبة كبيرة أيضا عن لقاء لايبزيغ. أمر مثل هذا يكون أولا وأخيرا في صالح الدولي الجزائري رياض محرز ورغم توهجه غير المحدود إلا أنه فقد مكانه لصالح اليافع الإنجليزي في آخر لقاءين في البريمير ليج، وبرغم أن غوارديولا لم يكن في صفه وركنه على الجانب بدون وجه حق، إلا أن العدالة كانت معه. إصابة فودن لم تتضح خطورتها بعد ولا مدة الغياب، لكن أي كان الأمر سيكون في صالح محرز. إلى ذلك قالت تقارير فرنسية اليوم أن لاعب الخضر بدأ يفكر ماليا في الرحيل. محرز وبحسب نفس المصدر بات يدرك أنه لاعب بديل مهما تألق، حيث يتم حجز مكان الأساسي دائما لليافع في الفودان. الحديث عن رحيل محرز بات مكرر ومستهلك، والجزائري في كل مرة يؤكد راحته في الفريق. بعد إصابة هوغو بوينو ظهير نادي ولفرهامبتون، ظن الجميع أن الدولي الجزائري ريان أيت نوري سيكون بديله. الأمر طبيعي لأن أيت نوري هو البديل الوحيد في مركز الظهير الأيسر، لكن مدرب النادي جوليان لوبيتيغي فاجأ الجميع بإبقاء أيت نوري بديلا في اللقاء الماضي، وزج مكانه باللاعب جوني كاسترو أوتو. أيت نوري وبعد أن عانى من خيارة مدربه ها هو يغرق في وحلها. الجزائري بات الخيار الثالث على الجهة اليسرى من دفاع الوولفز، ما يؤكد أن أموره ليست بخير بالمرة. صحيفة ميلينيو الإنجليزية الجهوية أعدت تقريرا اليوم أشادت فيه كثيرا بأوتو، وقالت أنه كان أحسن لاعبي الوولفز في اللقاء الأخير. تقارير سابقة قالت أن مدرب الوولفز ينحاز لمواطنه هوغو بوينو، لكن حتى بعد إصابته الأمر غير مستبعد مع جوني كاسترو، لأنه إسباني أيضا وأقرب للوبيتيغي من أيت نوري. يشار إلى أن لوبيتيغي لم يتوانى وانتقد أيت نوري علانية، لذلك فإن أي قرار يتخذه مستقبلا سيكون عادي، حتى وإن أتى بقلب هجوم وأشركه ظهيرا أيسر، لأن أيت نوري بحسبه لا يعرف كيف يدافع. أدلى لاعب الخضر ونادي ميلان إسماعيل بن ناصر بتصريحات مطولة لموقع الاتحاد الأوروبي تسبق لقاء فريقه ضد توتنهام في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا. بن ناصر تكلم في جزء من تصريحاته عن المنتخب، وبالضبط عن التتويج بكان مصر قبل 4 سنوات. الجزائري اعتبر ذلك التتويج لحظة فارقة أعادتهم للواجهة، وفي هذا الشأن أضاف: لقد كانت لحظات قوية جدا، التتويج بكأس إفريقيا ليس شيئا هينا، كنا نعلم أنه أمر صعب لكننا تمكنا من تحقيقه، والتتويج منحنا ثقة للعودة ضمن مصاف أفضل الفرق الإفريقية. أدلى لاعب الخضر ونادي سامدوريا مهدي ليريس بتصريحات إعلامية رد فيها بطريقة مباشرة على النقد اللاذع الذي يصله بسبب أو بدون سبب، وأيضا من كل حدب وصوب. ليريس أكد أنه في النادي لمساعدة زملائه، وأنه سيبذل كل ما لديه لإثبات نفسه وأيضا مساعدة فريقه. أدلى مدرب ويست هام دافيد مويس بتصريحات إعلامية نقلتها صحيفة فوتبول لندن، تكلم فيها عن اللغط الدائر حول التغيير غير المفهوم الذي قام به بإخراج محرز بين شوطي لقاء برايتون قبل يومين. مويس وكعادته ظهر متعاليا بخصوص الجزائري، وحاول تبرير الأمر بسوء مستوى سعيد، وفي هذا الشأن قال: أعتقد أننا عانينا كثيرا في الشوط الأول من جهة بالرحمة،
لاعبو برايتون كانوا حيويين من هذه الجهة، كما أنهم خلقوا ضدنا فرص كثيرة. يمكن أن يقول أحدهم أن كل اللاعبين كانوا سيئين ليس بالرحمة فقط. الأمر صحيح، لكن كان علي اتخاذ قرار وقررت السحب بالرحمة. ضيع نادي توانتي نقطتين جديدتين حين تعادل مع نادي هيرنفين. لقاء عرف غيابا شديدا للدولي الجزائري رامز العربي الزروقي. زروقي كان قد تلقى بطاقة صفراء في آخر اللقاء وغاب عن هذا اللقاء آليا. غيابه كان مؤثرا جدا على الفريق الذي ظهر مترحلا غير قادر على بناء اللعب ولا على الوقوف في وجه الفريق الخصم. مدرب توانتي رونياس وفي تصريحات له اليوم تكلم عن سوء نتائج فريقه وأشار بشكل واضح لغياب زروقي. يانس قال أن غياب لاعب مؤثر مثل زروقي كان له دور سلبي على طريقة اللعب، ولو كان حاضرا لتغيرت الكثير من الأمور. إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى. نلتقي غدا إن شاء الله. السلام عليكم.